مصر للإنتاج والتوزيع تقدم
سابقا في الأب الروحي. مين اللي هيوزع السلاح على التجار الصغيرين مكان متولي؟ اصل انا عندي واحد ضمنه برقبتي، يحيى العطار. اكبر واتعلم عشان تعرف تاخد حقك من اللي ابوك زين حرمك منه سنين ورماك زي الكلب قبل حتى ما تتولد. يعني خلاص ما بقاش في امل ان احنا نخلف يا زكريا؟ مش يمكن ربنا بيعوضنا بالبنت دي؟ عايز انا اعمل ايه يا جيهان يعني؟ افرح باللي كانت عاوزه تموت نفسها؟ عصية الامر يا حسن. لا تحكم بها يتنفذ يا مولانا. الحكم حكم الله. ما ينفعش انت تبقى بتواجه وبتنفذ، انت لازم تبقى بتخلص مع الكبار بس. زين العطار لو رضي عنك ابواب الخير كلها هتتفتح لك. الواد ده عنده صور تانية غير دي؟ معرفش. الواد ده عنوانه فين؟ هتعمل ايه؟ الطلعة دي عندي بقى يا باشا. الراي كده ممكن يتمسك وسره ينكشف. خنت بيت العطارين ليه يا رايق؟ كلام ايه ده يا حاج؟ خساره، كنت فاكرك اذكى من كده بكتير. لكن الغدر ما بيجيش الا من اقرب الناس اللي بنأمن لها، عشان كده سموه غدر. اقسم بالله ما انا فاهم حاجه من اللي بتقولها يا حاج. مين اللي بلغ سيف العزازي ان البضاعه اللي جايه هتتخزن عندك؟ في حد غيرك يعرف؟ اكيد ما فيش حد غيري يعرف، انا مش تلميذ يا حاج. انت طبعا عارف جزاء الخيانه ايه. بس اللي مانعني عنك اللي ابوك عمله معايا. انت هتعيش يا فتحي، بس عشان ابقى سددت الدين اللي عليا لابوك. لكن مش عاوز اشوف وشك تاني. لو شفت وشك ولو صدفة هقتلك. غور من وشي. ايوه حاضر جاي. حلوه الضفيره دي. مين عاملها لك؟ انا قلت كده برضه. طيب اسمك ايه؟ هو احنا مش اصحاب؟ المفروض تتكلمي معايا زي ما بكلمك. طيب فاكره اول مره اتقابلنا فيها كنت بتعملي ايه في المكان ده؟ ايه اللي وداكي المكان ده؟ مش كده؟ حسيت برضه. طيب طب ابتدي معاكي من الاول. ازيك؟ انا اسمي زكريا. وانا هايدي. اسمك ايه؟ ايه؟ مش ناوية تقول ان اسمك ايه؟ علي. تعالي. كنتي بتعملي ايه في الفيلا اللي قابلتك فيها يا عليا؟ كنت مع بابا. باباكي كان بيعمل ايه هناك؟ معرفش. ينفع توديني ليه؟ حاضر، شوف هعمل معاكي ايه. كانت لعبه، حفر لنا الحفره وخلانا نغرس فيها. زين كشفنا يا سيف. كشفك انت، انا ماليش فيه. طبعا، وانت تفرق معاك في حاجه؟ الكلوب فرقع في وشي انا ولبستها. ما قتلكش ليه؟ كنا خلصنا منك. هي بقت كده. الله، وانا اللي كنت فاهم انك في ظهري. ظهر مين يا عم؟ وانا عمري كنت في ظهر مين؟ تجديد ولا ايه؟ مالك؟ برضه نفس السؤال.
ما قتلكش ليه؟ رد الدين بتاع ابويا. ابوك بقى الله يرحمه ده احسن حاجه عملها في حياته الموضوع ده. يزن الموضوع زي ما بيقولوا هيبقى سلف ودين يا فتحي. احنا في ايه ولا في ايه دلوقتي؟ طب ما هو لو زين سامحني، ولاده ولا سليم هيسامحوا ولا لا؟ بقول لك ايه، اخفي انت اليومين دول، استخبى في اي حته لحد ما الموضوع يهدى. بس وديني وما اعبد، لو اسمي جه في الموضوع من قريب او من بعيد، ختم شهاده وفاتك هيكون من عندي هنا. تفتكري بابي هيعدي اللي انت عملتيه ده على خير؟ اسكتي يا ياسمين، ما تفكرنيش. اصلا هي مش المشكله في اللي هو هيعمله، المشكله لما يعرف السبب اللي خلاكي تعملي كده. ياسمين ما تخليش انت مني حكيت لك. طب وبعدين يا سلمى، هنعمل ايه في اللي احنا فيه ده؟ انا كلمت عليه وهيتصرف. علي يا سلمى، ما كانش ينفع يعرف حاجه زي دي. وفيها ايه يعني؟ على فكره علي زي اخويا وانا بثق فيه جدا، وبعدين هو الوحيد اللي مش هيحاسبني وهيفهم اللي حصل ده. يفهم ايه يا بنتي؟ اللي حصل ده غلط، مش محتاج حد يقولك هو صح ولا غلط. انت مش المفروض تكوني مستنيه حد يحاسبك اصلا، انت لازم تحاسبي نفسك يا سلمى. لو ما حاسبتيش نفسك يبقى دي مش هتبقى اخر مره. لازم تعرفي ان انت مش لوحدك يا حبيبتي، اي تصرف هتعمليه هيأثر على امك وابوكي واخواتك كلهم، واكيد انت مش عايزه تزعليهم، مش كده؟ الحمد لله على السلامة. اسمع ياض يا اصفر، انت العلقه دي ولا حاجه قصاد اللي ممكن يحصل لك. انت الظاهر ما خبرش انت بتلعب مع مين. الصور اللي عندك كلها تختفي، لحسن لو حاجه ظهرت كده ولا كده قسما عظمه اخفيك من على وش الدنيا. فاهم؟ وبلاش حلاوتك الحلوه دي تروح هدر. خلاص قلت لك خلاص. تليفونك فين؟ يدك في جيبي. وده حلال علم. وخليك فاكر زين، سلمى لا. سلمى ايه؟ سلمى ايه؟ سلمى لا. برافو. أنا مش هسألك أنت عملتي في نفسك كده ليه؟ أنا بس عاوز أقولك إن مفيش في الدنيا دي كلها حاجة واحدة تستاهل إن الواحد يموت نفسه عشانها. إحنا اتوجدنا في الدنيا دي يا حبيبتي عشان نعيشها. أمك وهي حامل فيكي كان عندها مشاكل في الحمل وكانت خايفة لا تموت وهي بتولدك. فأنا يوم ولادتك قعدت أدعي ربنا، كتبت على باب أوضة العمليات سلمى عشان تسلمي لي انت وامك. شفتك في ايد الدكتورة بتضوي زي القمر، ومن يوميها يا سلمى وانت منورة عليا دنيتي. كنت زمان بتكتبي لي جوابات تقولي لي ماما زعقت لي عشان مش عايز اكل وانا ماليش نفس. زكريا ضربني، معرفش المدرسين عملوا لي ايه في المدرسة، وانا ما كنتش بنام قبل ما اقرا الجواب، ولسه محتفظ بيهم لغاية دلوقتي. عاوزك يا حبيبتي لما الدنيا تضيق بيكي اكتبي لي جواب وانا هقرا. كل حاجة متأمنة ومعمول حسابها. الاتفاق زي ما هو، مفيش أي حاجة هتتغير. مش ناقص بس غير اللي المفروض انتوا تعملوه. نحن طبعا عارفين شو اللي لازم نعمله بالضبط. بيبقى نذكركم العملية كبيرة والغلط غير مسموح فيها. واحنا من امتى بنغلط؟ استنى يا زكريا. حاضر عم. ايه لازمته ايه الكلام ده يا اسرك بيه؟ تكرم، متأسف يا مستر زكريا، بس الحقيقة لأنه
العملية لأول مرة بتتم بدون وجود الحج وكفالته، لكن نحن واثقين فيكم، وبالتالي التسليم رح يكون بموعده، إلا إذا جد شيء فأنا رح بلغكم على طول. وانا عايزك تطمن خالص يا سراج، اعتبر ان زين موجود. نورت يا سراج بيه. منورة بيكم. شرفت. الله يخليك. أنا مش مستريح للناس دي. ولا هم مستريحين لنا. بصراحة الراجل عنده حق، العملية كبيرة زي ما انت شايف، وزين مش موجود. أبوك حطينا في موقف صعب أوي يا زكريا. موقف صعب، والمطلوب مننا إننا نجدد الثقة، مش بس مع الناس دول، لا، مع السوق كله. ابو علي، ما تزعلش يا صاحبي. يا عم ما تقلقش، مفيش ورد من غير شوك، وانا اللي كنت عايز، واللي عايز يستحمل بقى. انت مش خايف يا حسن؟ يا عم هخاف من يعني، هنا اول مره. ما تقلقش عليا انت بس. يلا اتكلوا انتوا على الله، عشان لو حد شافكم ممكن يعمل لكم مشكله. يلا. مش عايز حاجه؟ اه. والنبي بيقول للشيخ سلام ما يزعلش مني. ها؟ سلام. سلام. امير، هو اشمعنى قال لك انت تقول للشيخ سلامه ما قاليش انا؟ انتوا بتعملوا معايا كده ليه؟ ورحمه امك يا عزيز كفايه. امير، ازاي بقى يا حاج زين؟ لا ما تخافش، هيكون محل ثقتك ان شاء الله. طيب هخليه يعدي عليك، بس بالراحه عليه يا حاج. خير يا عم هاشم، عايز منك ايه زين؟ عايز يقابل الراجل اللي هيحل محل متولي ويوزع على التجار. ايه مالك سايبت كده ليه؟ انت هتقابل ابوك. ابويا مين بقى يا باشا؟ انا نسيت الحكايه دي من زمان. لا افتكرها بقى دلوقتي. كنتش متخيل ان انا هقابله في يوم من الايام الصراحه. وهي جت الفرصه. انت عارف يا باشا، انا لو قلت لامي ان انا هقابل زين العطار هتقول لي ايه؟ هتقول لك اقتله. ما تقولش اي حاجه دلوقتي، خلص وقول لي عملت ايه، ونتقابل في الحفله النهارده. الشيخ سلامة عايزك يا حسن. وبعدين بيني وبينك كده، انا قلت كفايه عليك ليله واحده، يمكن تتعلم الادب. تعالى يا ابو علي. اجمل امال. حضرتك اتفضل في المكتب، وزين جاي حالا. ازيك يا يحيى؟ الحمد لله تمام. اقعد. لا ملوش لزوم، انا بس جاي اشوف حضرتك عايز مني ايه وماشي على طول. عاوز اشوفك. انا عارف ان انت زعلان مني، ده حقك، لكن لو انكتب عليك في يوم من الايام تكون مكاني هتعرف ده حصل ليه. مفيش اي حاجه في الدنيا تجبر واحد يسيب ابنه في بطن امه ويهرب. كل اللي حصل واللي هيحصل مكتوب ومقدر، ربك ليه حكمه في كده. مسيرك في يوم من الايام هتعرف. ده الكلام اللي بيريحك كل ليله قبل ما تنام؟ لا مؤاخذه، حضرتك عارف ان انا ما اتربيتش في قصر زي ده، في الوقت برضو اللي انا عارف فيه ان انا ليا اخوات كبروا واتربوا هنا.
وانت ما فكرتش تسأل عليها من ساعة ما رميتني وانا حتة لحمة حمرا في بطن امي. لو فاكر ان انت هتاخدني في حضنك النهارده وتخليني اقول لك يابا زي بقية عيالك فهنسى، مش هيحصل. انا عارف يا زنبي ان انت شفت وعرفت كتير، وعارف برضو كويس ان امي مربانه على عداوتك. يا زنبي من الاخر كده، انا النهارده جاي اشتغل معاك وبس. الكلام سيف يا يحيى، وانت عرفت تختار السيف. هناء عرفت تربي. زكريا هيقعد معاك الاسبوع اللي جاي عشان يقول لك على الشغل كله. اتفضل. السلام عليكم يا حاج. وخلاص الواد ده هيشتغل معانا؟ اقعد. الواد ده يبقى اخوك، واخوك الكبير كمان. يحيى هيبقى مكان متولي. عاوزك من النهارده تبقى في ظهره، عاوزك تضمه لحضنك، وخليك فاكر الضفر ما يطلعش من اللحم. حاضر يا حاج. عملت ايه في الاجتماع؟ السراج كان قلقان شويه عشان ده اول اجتماع حضرتك ما تحضروش، لكن انا وعمي سليم خلصنا معاه كل حاجه. بكره يتعود. عاوزك تبلغهم في البلد يجوا كلهم، عاوز لما ارجع من السفر يكونوا موجودين. واخوك صالح لازم يكون موجود، تأكد عليه. هو في حاجه يا حاج ولا ايه؟ عاوز ابلغهم مين هيبقى الكبير بعد عمك شريف. حضرتك ادرى مني، بس يعني حضرتك شايف ان ده اوانه؟ ايوه هو ده اوانه يا زكريا. عامة انا مسافر وراجع على طول. حضرتك شكلك تعبان، ما بلاش تسافر، انا هسافر مكانك. لا، لازم اروح انا بنفسي عشان اطمن اللي هناك ان لسه ليهم ظهر يتسندوا عليه. وانت تخليك معايا على التليفون عشان لو جد جديد في العملية. طبعا يا حاج، انا مش عايزك تقلق من حاجة. مش قلقان طول ما انت في كتفي يا زكريا. بالمناسبة خلاص اتفقت انت وهايدي انكم هتربوا البنت؟ ده بعد اذنك. بس اوعى تيجي على مراتك يا زكريا. اقعد يا حسن، اقعد. سبت الدار وهربت ليه يا حسن؟ بصراحة لو ما قلتش الصراحة هترجع السجن تاني، وانت عارف ان انا عارف كل حاجة. البت بنت عم حمزة. بنت عم حمزة؟ حلوة البت دي؟ حلوة يا عم سلامة، والله العظيم حلوة قوي. بتحبها؟ مش عارف، انا اصلا مش عارف يعني ايه حب. طيب قول لي، لما بتشوفها بتحس بايه؟ انا اصلا بفكر فيها طول الوقت. كل ما افكر فيها بحس ان قلبي بيدق بسرعه قوي. طب انت عارف انا اول مره شفتها حسيت ان قلبي هيقف وان هقع من طولي. عندك استعداد تعمل اي حاجه عشان تتكلم معاها؟ ايوه يا عم سلامة. طيب عندك استعداد تهرب تاني يا حسن؟ انا مديك الامان، اتكلم. ايوه. يبقى بتحبها. طالما
اللي انت في طبيعتك العادية ما بتعملهاش، يبقى ده اسمه الحب. الحب شجاع جريء يا حسن، والحب اللي بيخوف ما ينفع، وانت شجاع وجريء وتستاهل تتحب. مش فاهم قصدك يا عم سلامة. أفهمك بس تديني الأمان. زمان يا حسن أنا كنت بحب واحدة، لكن ما عشتوش الحب ده. لما أنت لازم تعيش حبك. اهرب يا حسن، روح اتكلم معاه، سيب الدار واهرب. بس أقول لك أنا ما قلتلكش حاجة خالص، اتفقنا؟ والله كبروا بالولاد وعرفوا يحبوا. وبعدين يا رايق، انت هتفضل قاعد لي كده في البيت زي يرد قطع ولا ايه؟ زين رفع عليه السلاح يا شروق، كان بيني وبين موت 2 سنتي 2 سنتي ونص. طب ألف بعد الشر عليك يا حبيبي. الله، أنا ما حدش طايقني ليه يا جماعة؟ كما لو كنت قاعد على حجركم. زين قال لي لو شافني تاني هيقتلني، وهاشم عامل حفلة النهاردة ومصر إني أروح. ويا عالم ممكن أروح ألاقي زين. وسيف قال لي الدارة اليومين دول شوية، مش عارف، في كل خرابة مهموز، وأنا راجل كبير لو خدت المهموز ده هروح فيها. يا رب حياة حبيبك النبي يا رب ظبط لي الدنيا. الله، في ايه؟ هو انت هتفضل طول الليل مزاولنا يا رايق ولا ايه؟ ما تقوليش يا رايق عشان انا متضايق. انت قلت ايه؟ ما تقوليش يا رايق عشان انا متضايق. ما تقوليش يا رايق عشان انا متضايق. والله العظيم ما اطلع اغنيه حلو. ما هو العسل اللي انت فيه ده هو اللي هيودينا في داهيه. شاعر قد الدنيا. منور يا رايق. الله يخليك يا هاشم بيه، وانت وسيف بيه برضه. تسلم. مش كنا اتجمعنا القعده الحلوه دي عندي في الكباريه؟ تتعوض، احنا متجمعين هنا عشان نشتغل. ولا انت سايب الشغل عشان تفك شويه؟ لا، ما انا برضه بتاع شغل، بس الشغل عندي هناك ليه طعم تاني خالص. يا سيدي اعتبرها زياره من اللي عليك، وهو تجرب الانبساط عندنا يعني. ما شاء الله، جامد انت برضه يا رايق، وقلبك ميت، مش سهل، مش خايف كده وجاي. جدع رايق والله. قلبي مات من الحاجات اللي شفتها يا سيدي. خوفي عليك يا فتحي تحصل قلبك من كتر الحاجات اللي بتشوفها، وساعتها بقى ننفذ الوصيه بتاعتك، وكلنا كده بالصلاه على النبي نروح نسهر في الكلاب بتاعك. حبيبي ده انت ذوقك طلع وحش قوي. من بعيد كانت حلوه والله، انا مش عارف اما قبت عليا ايه اللي حصل. طب قول لي مين عاجبك وانا اظبطك معاه. تظبطيني؟ مين الوحش؟ رودي سيف العزازي. تعرفنيش؟ لا ازاي؟ على راسي يا داخليه. طب سيبك من الداخليه وخلينا في الخارجيه. قول لي مين عاجبك في الحفله وانا اظبطك معاه. بس كده بابا يزعل.
بابا يزعل لو انا زعلت. تعالى معايا عشان ما يزعلش. وانا ما اقدرش على زعل بابا. شايف يا خبيتها الواد عندها بنت سيف بيه في مني. دي كسر. كسر كتانينا اللي عايزه خلف. اتفرج على الجمال والحلاوة والأدب وقلة الأدب. ريهام وده تبص لك عليه معفن انت. معفن ليه بس؟ انت مستقل بيا ليه؟ يا ده الطيبون للطيبات، دول ولاد ناس، احنا ولاد كلب. بس انت مالك كده يا رايق من الصبح مش على بعضك؟ دي حوارات كده نبقى نحكي فيها واحنا رايقين، انما الليله سيبينا نسهر وننبسط براحتنا. بقى يا رب كفايه متعه. يا رب. طب انا همشي بقى عشان خنقتوني. حبك وانت مركز مع الكل وعامل نفسك مش واخد بالك. قعدت يعني ولا اشتريها؟ على فكره انا زعلانه منك. انت عارفه دي المره كام اللي تقولي لي فيها كده؟ يعني انا غلطانه يا ريهام اني بقول لك ان انت مقصره معايا. يا حبيبتي لا، بس انت عارفه ان انا على طول مشغوله مع بابي في الشغل، يعني ما بخرجش اصلا. ايه بقى لازمه الزعل دلوقتي؟ يا بنت وحشتني خروجاتنا كده وقعدات النمل بتاعتنا. والله وانت كمان يا نودي وحشتيني. طب بقول لك ايه؟ ما تيجي ننام كده شويه. ها فين؟ شفتي الواد ابن زين العطار؟ ده البت رودي شقطته في ثانيه. رودي دي اصلا ما شاء الله عليها مدرسه. مش كده؟ زين العطار بيحضر العملية جديدة. ده غير اللي ضحك فيه على الرايق. الرايق ده عبيط. العملية الجديدة اللي بيحضر لها زين لو كملت هتبقى خراب على الكل. يا عم في ايه؟ هو ده زين فيه نفس؟ يموت الزمار. العملية الجديدة اللي بيحضر لها هيخلصها سليم، بس شكلها كده مش هتكمل على خير. بصوا بقى، انا شخصيا اللبش بتاع زين العطار ده بقى ملياش فيه، اتخنقت. عارفين لو عندي دقه ليه عنده دقتين، مش كده ولا ايه يا هاشم؟ كل شيء بأوان يا جلال، ما تفكرش، اتبسط دلوقتي. يلا ماشي. روح مع الرايق اعمل اي حاجه حرام. يلا. حاضر. حرام ولا حلال قول لي. ماشي. حلو البقسماط ده. امال ايه؟ خايفة عليك يا زين. أنا عارفة إنهم كانوا عايزينك أنت، مش عايزين شريف. وعارفة برضه إن اللي جرب يعمل كده مرة هيجرب تاني. ما تخافيش، مش عايزك تخافي ابدا. امال هتعملي ايه لما اموت؟ ألف بعد الشر، ما تقولش كده أبدا. الموت مش شر يا جيهان، الموت حق. بس بقى، بس ما تقولش كده عشان خاطري. آسف يا حاج، الرجالة بس جم عشان السفر. طيب أنا جاي. ماشي يا حاج. ما تخافيش. انت غريب قوي يا حسن. يعني انت متضايق عشان انت هتشوف ابوك؟ ولا مبسوط ولا متضايق. عادي يعني. وريني كده. لا واضح انه عادي. عارف يا حسن، انا عمري ما شفت ابويا، لدرجه ان انا مش عارف ايه المهم يعني في حياتي اللي هيزيد لو كان عندي اب. ومن كتر ما انا مش شايف له لازمه، حاسس ان امي جابتني لوحدها كده، يعني كانت ماشيه جابتني فجاه. بص يا ابني، انا ما خدتش من ابويا اكتر من اللي انتوا خدتوه مني، ولا ليه عندي اكتر من اللي ليه عندكم. لا بس هو ليه عندنا كتير. شيل.
ابوك جه. نورت الدار يا رب الدار والله. ازيك يا شيخ سلام؟ الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. الأولاد تفضل. رميت نفسك في حضن زين خلاص يا ابن بطني. عيب عليك ياما ابقى ابن بطنك وما تبقيش عارفه انا بقيت بكرهه قد ايه. انت كده يحيى ابن بطني. زين ما منعش عننا حقنا وبس. زين خد كل حاجه حلوه في حياتنا. زين عصرنا زي التعبان. اياك تامن لتعبان يلف على رقبتك ويموتك. كل تعبان ويلزم له رفاع ياما، وابنك هيبقى الرفاع اللي دخل بيت التعبين. غيابك طال علينا المره دي. الصحة ما عادتش زي زمان يا شيخ سلامة. إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه. الحمد لله. البقية في حياتك. حياتك الباقية يا شيخ سلامة. اللي أذى عيالي خد جزاؤه هو وأهله. الله يرحم اللي راح ويصبر اللي عايشين. أمانتكم في الحفظ والصون. قبل ما تطمني على الأمانة طمني على الولاد الأول. العيال بخير وأمانتكم دين في رقبتنا. أخبار مخازن السلاح إيه؟ لا ما تقلقش، الرجالة قاعدين فيها ما بيناموش، مستنين الطلعة اللي جاية عشان يخزنوا السلاح اللي جاي. المهم ما تخاطرش بحياة العيال. مفيش خطر، الولاد سكتهم مقطوعة ما بتكملش غير بيا وبيك. والدار دي علشان تحمي بيت العطارين وتحمي أرضهم وتحمي فلوسهم، والحاجات دي ما بقتش بالسهل. بقالي مدة طويلة ما شفتكوش يا ولاد، بس الشيخ سلامة بيطمني على أخباركم أول بأول. انتوا عارفين إن أنا شايفكم زي ولادي بالظبط. انتوا ولادي. أنا طبعا عارفكم واحد واحد، إلا الشاب اللي زي القمر ده أول مرة أشوفه. كلكم ولادي. الدار دي يا ولاد ما هيش متوى ولا دروة. الدار دي عشان تتعلموا وتكبروا وتقدروا تعيشوا في الحياة. انتوا ولاد زين العطار ورجالته وسندوا في الحياة. شايل في قلبك مني يا حسن ليه؟ يا شايل من ابوك لدرجة انك مش عاوز ترد عليه؟ عايزني نرد على حضرتك اقول لك ايه؟ قول لي وحشتني. انا ابوك يا حسن. بس انا خلاص ما بقتش مصدق ان ابنك فعلا. بس انا ابوك غصب عنك وعني. الكلام ده كان ممكن اصدقه قبل ما افهم يعني ايه حب، واللي يحب ما يعرفش الفراق. وانت فرقتني بسهوله. ايوه يا حبيبي، بس انت اللي اخترت تعيش هنا. وانت وافقت بسهوله. يعني اخترت
اخترت تسيبني هنا من وانا عيل صغير. سبتني وسط اليتامى، يتيم وانت عايش. أول مرة أشوف منك الوش ده يا حسن. إيه اللي جد وقلبك عليا كده؟ اللي جد جد يا أبو الولاد. خلاص يا حبيبي ارجع معايا. أرجع فين بس؟ أنا مكاني هنا، وأنت هتحتاجني في إيه؟ إخواتي كلهم حواليك في القصر، صح؟